ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد، لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد. وذكر الخطيب البغدادي أيضا عن الحسن بن علي الخلال قال: كنا عند معتمر بن سليمان المتوفى سنة 187، قال: كنا عنده يحدثنا إذ أقبل عبد الله بن المبارك فقطع معتمر حديثه فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا، إنا لا نتكلم عند كبرائنا. قارن هذا الحال الذي كان عليه السلف بما نعيشه هذه الأيام من تطاول الأقزام الأغمار على الأشياخ الكبار، كما تطاولوا على شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فكوس حفظه الله وأطال في عمره. قزم صغير لم يفقه من العلم شيئا ولم يفهم من الأدب حبة خردل يتطاول على جبل مثل هذا. لو تعلمون كيف يقضي الشيخ وقته تتعجبون. منذ أن يستيقظ صباحا وهو في العلم، يتم جلسة الصباح، لا يذهب إلى النوم، يذهب إلى العلم، يذهب إلى التحقيق والتنقيح وكتابة الفتاوى والإجابة عن الأسئلة ومراجعة ما يمكن مراجعته مما يتعلق بأمور الجامعة. فإذا استراح إنما يستريح قليلا، فإذا استيقظ رجع إلى العلم والكتابة والتحقيق والإجابة على الأسئلة، وهكذا دواليك يومه هكذا. فيأتي قزم صغير يتطاول عليه ويصفه بأنه يمشي مع المبتدعة أو يزكي المبتدعة، أو يسعون بكل ما لهم من قوة وبطش لتغيير قلب العلماء وكلام العلماء على شيخنا، وغالبهم ممن درس عنده وقرأ عنده ولقنه مبادئ العلم، كما قيل: وعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وعلمه الشعر كل يوم فلما قال قافية هجاني. والسلف كانوا يهابون أن يتكلموا بحضرة العلماء، كانوا يهابون أن يتكلموا. هؤلاء لا يهابون، يتطاولون. ومن كان حاله كذلك فاعلموا أنه محروم من العلم، محروم من الأدب، ولا يمكن أبدا أن يصل إلى مبتغاه، ولا يمكن أبدا أن يرفع الله قزما مثل هذا بمثل هذا الخلق أبدا، لأن هؤلاء فيهم صبغة كبر وفيهم ذرة ولو قليلة من السيطرة على الناس، ويحسبون أن العلو إنما هو بأن يمحو من هو أكبر منهم علما وأقدم منهم دعوة وأكبر منهم سنا، وهذا مسلك خاطئ. فإن الرفعة بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يمكن لمثل هذا الصنف السافل أبدا. ولذلك لا تيأسوا حين تسمعوا مثل هذه الأخبار، فإن الله عز وجل ممكن لأهل الحق ولو بعد حين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.